الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده بسكوت نايتس اللي هو جوز الهند بكل سهوله في البيت. انا هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا نص كوبايه زبده بحراره الغرفه، وطبعا الكوبايه معياريه واحده، عليهم ربع كوبايه زيت نباتي، وكوبايه الا ربع سكر بودره. هضرب كل دوت بالمضرب مده ما تقلش عن 10 دقايق لحد ما لونه يفتح معايا. شايفين اللون افتحها عندي. هنزل ببيضه بحراره الغرفه عليها رشه فانيليا واضربها لحد ما البيضه تختفي. بعد ما البيضة اختفت هحط كمان ربع كوباية لبن بحرارة الغرفة واضربها برضو لحد ما يختفي. بصوا القوام بقى كريمي ازاي، هو ده القوام اللي انا عايزة اوصله. مجهزة هنا كوباية جوز هند مبشورة وذرة ملح وكمان نص معلقة بيكنج باودر ونص معلقة بيكنج صودا اللي هو الكربوناتو، وكمان كوبايتين دقيق ونص قابلين للزيادة بمعلقة او بمعلقتين بالكتير قوي. هقول لكم ملمس العجينة اذا كان اكتفى بالكوبايتين ونص ولا هزود عليهم المعلقتين بالدقيق. ده قوام العجينة. انا حطيت بالظبط 3 معالق اكل دقيق فوق الكوبايتين ونص. هي ما بتبقاش بتلزق في الايد قوي ولا بتبقى مرملة قوي، ده قوامها بالظبط. بصوا هعمل لكم كرة قدامكم كده، ده القوام اللي انا عايزاه. انا هفضيها في بوله واحطها في بلاستيك راب واحطها في التلاجة لمده ساعه، وبعد كده نشتغل نقول لكم هنعملها ايه. ده شكل العجينه وقوامها بعد ما قعدت ساعه في التلاجة. هاخد كده نصها واعملها كوره، وفاتحه عندي كمان كيس تلاجة هفردها بسمك اقل من سنتي، ومجهزه عندي القطاعات. ممكن تعملوها كمان الوش بتاع الكوبايه لو مش عندك المتاحه بتاعه القطاعه. زي ما انتوا شايفينه كده هبتدي بقى اقطع. وكمان مجهزه عندي الصاجات اللي هشتغل فيها، دهناها كده بدهنه زيت خفيفه عشان ما تلزقش معايا العجينه. وكمان مشغله الفرن عندي من قبل كده على درجه حراره متوسطه. هخلص بس كل الاشكال. هقول لكم على حاجه تريكيه بس. والصاج زي ما قلت لكم شغاله كده الفرن على درجه حراره متوسطه. هدخلها من ربع ساعه لتلت ساعه حسب كل واحده والفرن بتاعتها. هرش كده على بس الوش بتاعها شويه سكر خشن، هيديكوا نفس المنتج بتاع البسكوت بتاع نايس بالظبط. هحط بقى الصاج في الفرن واطلعها لكم بشكله النهائي. شكل البسكوت بعد ما استوى عايزه اقول لكم بجد طعمه وريحته تحفه. شايفين القرمشه، ده لونه من تحت وده لونه من فوق. لو الفرن عندك مش قوية قوي انها توزع الحرارة، ممكن تطفي من تحت وتشغليه كده لمدة دقيقة على الشواية عشان ياخد اللون الذهبي الجميل دوت. بجد طعمه وريحته قلب المكان. كنت اتمنى ان انتوا تكونوا موجودين معايا عشان تشموا ريحته وتدوقوا طعمه. لو عجبتك الوصفة لازم تجربوها وتسيبوا لي كومنت رأيكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هنزلكم بصفات تانية جديدة.